في هذه الموجة ديال البرد اللي كتضرب البلاد في هذه الفترة، أغلبية المربيين كيعانيوا من الشخرة عند الدجاج ديالهم، وهي مجموعة من الأمراض التنفسية اللي كتسبب ما نسميه حنا عندنا في المغرب بالشخرة. وأهم هذه الأمراض هي الميكوبلازما والكوريزا وغيرها من الأمراض، ولكن حنا غنركزوا على هذه الأمراض حيت هي السبب الرئيسي في الشخرة عند الدجاج في هذه الفترة هذه بالضبط. وهي أمراض معدية جدا وكتنتقل بين الدجاج بسرعة، وإلا ما عالجتيهاش في الوقت المناسب ممكن أنها تقتلك عدد كبير من القطيع ديالك في رمشة عين. لذلك ففي هذه الحلقة غادي تتعرف على أهم الأدوية اللي خاصهم يكونوا عندك باش ملي يبدا عندك المرض يكون التدخل بسرعة بالعلاج وتعتق الدجاج ديالك دغيا. من أشهر الأسباب اللي كتسبب الشخرة عند الدجاج هي الكوروندير أولا التيارات الهوائية اللي كيكونوا في الكوري أولا المسكن ديال الدجاج فين دايرهم نتايا. فملي كيكون عندك الكوروندير في الكوري والبرد كيدخل من واحد الجهة وكيخرج من الجهة المقابلة، وهاد التيارات كيضربوا في الدجاج مباشرة، وخصوصا ملي كيكون الدجاج ناعس في الليل والتيارات كيبقاو يضربوا فيه، فهذا هو أكبر سبب اللي كيسبب لك الشخرة عند الدجاج ديالك. وخا تعالج الدجاج ديالك ديما غيبقى يتعاود عندك هذا المرض. فأول حاجة ديرها هي تأكد أن الكوروندير ما كاينش عندك في الكوري. السبب الثاني اللي كيخلي الدجاج ديالنا يمرض بالشخرة هو ملي كيكون الدجاج سخون وكيخرج مباشرة كيضرب فيه البرد. فمثلا في الليل ملي كيكون الدجاج ناعس في الكوري كيكون سخون، وفاش كيخرج مباشرة مع الصباح بكري للمسرح وكيكون الجو بارد جدا، فهنا مباشرة غيضربوا البرد لأنه كان سخون وخرج مباشرة لواحد الجو بارد جدا. لهذا فالأفضل أنه في فصل الشتاء ما تخرجش الدجاج ديالك بكري للمسرح. يعني فاش تفيق الصباح وتبغي تعطيه داك الوجبه الصباحيه ديالو عطيها له في الكوري لداخل حتى يطلع شويه النهار ويسخن شويه الحال، عاد طلق الدجاج ديالك يخرج للمسرح عادي. ولكن الا خرج مباشره مع داك السطاد الصباح فهنا الدجاج ديالك يكون مهدد انه يضربه البرد وتقيسه الشخره. والسبب الثالث اللي كيقدر يتسبب لنا بالاصابه ديال الشخره عند الدجاج ديالنا هي الطيور المهاجره، يعني داك الحمام اولا داك الطيور والعصافير اللي كيتحكوا مع الدجاج ديالنا، يعني كيجيو كيشربوا من الماء ديالهم وكياكلوا من العلافات ديالهم. وفي حالة ما كانوا هاد الطيور مصابين بشي مرض معدي فمباشرة كينقلوا لنا العدوى للدجاج ديالنا من خلال الاحتكاك المباشر مع الدجاج، اولا من خلال داك الشرابات اللي كيشربوا منهم فكيخليو العدوى في الماء، اولا من خلال العلافات كذلك. لذلك فإذا كان عندك واحد الإمكانية أنك تمنع هاد الطيور المهاجرة تختلط مع الدجاج ديالك فما أحسن. يعني إلا كنتي كتربي السلالات وكانوا عندك شي عنابر ديال شي سلالات حرة خايف عليهم أنهم يتصابوا، فمن الأفضل أنك تغطي لهم داك الشماشات أولا داك المسارح الصغيرة اللي داير لهم تغطيهم بالشبكة باش ما تخليش هاد الطيور المهاجرة تحك معهم. اما بالنسبه الى كان عندك المسرح كبير وكتطلق الدجاج ديالك برا فخلي على الله، يعني حاول انك تركز على التلقيحات وعلى العلاج وصافي وربي كيحفظ، حيت صعيب انك تعزل واحد المسرح اللي هو كبير بالشبكه او بشي عازل اخر. قبل ما ندخلوا مباشره للعلاج فضروري انك دير واحد الخطوه، واخا ما عندكش الدجاج مريض في هذه الساعه، فهاد الخطوه خصها تكون عاده عندك، يعني ديما كديرها، وخصوصا ملي كتسمع بان شي مرض راه انتشر عند الدجاج، اولا عند تغير الفصول، مثلا ملي كيسالي الصيف وكتدخل الخريف، اولا ملي كيسالي الخريف وكتدخل المشتاء وهكذا. فهاد القاعده خصها تكون عاده عندك، واللي هي المراقبه المستمره للقطيع ديالك. يعني فاش كتعطي القطيع ديالك ياكل وكيتجمع القطيع ديالك كامل، ففهاد اللحظه انت كتوقف في وسط منهم وكتبقى كتشوف الدجاج ديالك كي داير، كتبقى تلاحظ الدجاج ديالك بياسه، واش كاين شي دجاجه معزوله بوحدها ما كتجيش تاكل، واش كاين شي دجاجه كتعطس، واش كاين شي دجاجه غير واقفه في بلاصتها، يعني كتبقى تلاحظ وكتشوف الدجاج ديالك. وكذلك كدير هذه العمليه حتى في الليل ملي كيمشي الدجاج ينعس، يعني في الليل كتخطف واحد الوقيته وكتمشي للكوري ديال الدجاج ديالك وكتسمر وكتبقى تلاحظ الدجاج ديالك. وفي هذه الفتره ديال الليل بالخصوص هي اللي كتبان فيها البدايه ديال الشخره، فإلا كان القطيع ديالك بدات كتدخلوا هذه الشخره فهنا غادي يبان لك في الليل، كيبان لك يعني كيبانوا لك داك العطسات الخفاف ديال الدجاج، انت جالس وكتسمع حتى كتبان لك شي دجاجه عطسات واخا غير عطسه خفيفه، فبهذه الطريقه كتبدا الشخره. وهنا ملي كتكتشف ان القطيع ديالك بدات كتدخلوا الشخره، يعني وبداو كيعطسوا شي حبات، يعني بداو كيعطسوا شي بياسات في القطيع ديالك، ففي هذه الحاله خصك تعطيه واحد الدواء التركيز ديالو خفيف، يعني كيتعطى غير في الحالات ديال ما قبل المرض. وكاين جوج ادويه اللي تقدر تخدم عليهم في هذه الفتره، واللي هما كولوكس وسوبرلاير. هاد الادويه فيهم واحد الخلطه ديال الفيتامينات، يعني ملتي فيتامين كيرفع المناعه ديال الدجاج ديالك، وفي نفس الوقت فيهم واحد النسبه قليله ديال المضاد الحيوي، في حاله ما كانت شي بكتيريا يلا دخلت للدجاج ديالك فكيقضي عليها في البدايه ديالها. انا كنخدم بسوبر لاير بزاف لان الثمن ديالو قليل، تقريبا الثمن ديالو كيدير شي 30 درهم، فيه ملتي فيتامين يعني فيتامينات متعدده زائد واحد النسبه ديال التتراسيكلين.
اما كولوكس فزايد عليه شويه وقيله في الثمن، يمكن كيدير 50 درهم، 50 60 درهم على ما اعتقد، 50 درهم. حتى هو كذلك فيه ملتي فيتامين وفيه وقيله جوج مضادات حيويه، داكشي باش زايد على سوبر لاير. المهم هادو كتخدم بهم في بدايه المرض، يعني ملي كتكون عندك شي حاله خفيفه بزاف ديال الشخره، ماشي كاع الشخره ولكن كيكون غير شي عطيس خفيف، يعني يلاه باغي تبدا لك الشخره، فإلا عطيتيه في الوقت المناسب فانت كتحمي الدجاج ديالك من انه يتصاب بالشخره. اما الا تطور عندك المرض وبداو كيبانوا لك حالات اللي كيحلوا فمهم او اللي كيشخروا، فهنا اول حاجه ديرها هي العزل الصحي ديال هاد الحالات المريضه. فكتشد داك الحالات اللي مرض وكتعزلهم في شي بلاصه بعيده على الدجاج اللي صحيح، باش ما تنتقلكش العدوى وينتشر المرض وسط القطيع. يعني دائما كتكون عندك واحد البلاصه خاصه ديرها غير يعني كما كنقولوا بحال المستعجلات او الحجر الصحي. فاش كتكون عندك شي دجاجه مريضه بشي حاجه كديرها تما وكتبقى تعالجها في داك البلاصه بعيد على الدجاج ديالك، باش كتاكد باللي داك المرض ما غينتشرلكش في وسط الدجاج ديالك اللي صحيح. ودابا وصلنا لمرحله العلاج ديال هذا المرض. وشنو هما الادويه البشريه والبيطريه اللي ممكن انك تعالج بهم مرض الشخره نهائيا؟ غادي نقسم هذه الفقره ديال العلاج او الادويه لجوج اقسام. القسم الاول غادي نعطي فيه العلاج لداك الناس اللي عندهم عدد قليل ديال الدجاج، او لداك الناس اللي غير كيتولعوا مع الدجاج، يعني عنده غير شي حبات ديال الدجاج، ولا مرضوا له الدجاج كيمرضوا له غير شي حبات، يعني غادي يعالج غير دجاجه ولا جوج ولا ثلاثه ديال الدجاجات. وكذلك للناس اللي كيسكنوا في مناطق بعيده وصعيب عليهم انهم يوصلوا لشي طبيب بيطري ويجيبوا دواء بيطري عليه. فلهذا غادي نحاول نعطيكم جوج ديال الادويه بشريه فعاله جدا ومجربه لهذه الامراض التنفسيه، الميكوبلازما والكوريزا. اول دواء اللي كنستعمله انا شخصيا ملي كطيح لي شي حبه ولا جوج هو هذا الدواء البشري اللي فيه ماده تيتراسيكلين، وسميتو تيتراسيكلين 250 كما كتشوفوا. واذا ما لقيتيش في المنطقه اللي كاين انت فيها يعني خذ شي دواء اخر تكون فيه هذه الماده ديال التيتراسيكلين، هذه هي الماده الفعاله او الانتيبيوتيك الفعال في الدواء هذا. وطريقه الاستعمال ديالو هي كالتالي: اذا كانوا الطيور اللي مرضين عندك اقل من 4 اشهر فكتعطي لهم واحد الحبه او واحد الكينه كديرها لهم في الماء لمده 3 ايام، يعني كتدقها مزيان وكتخلطها لهم مع الماء وكتعطيها لهم يشربوها 3 ايام، كل نهار كتدق لهم وحده وكتعطيها لهم في الماء يشربوها لمده 3 ايام. هادو الا كانوا هاد الطيور اقل من 4 اشهر. وإلا كانوا الطيور اللي عندك مرض أكبر من 4 أشهر فكتعطي كنينة وحدة كاملة للدجاجة أو للفروج اللي مريض عندك، فكتعطيه كنينة وحدة كاملة في النهار لمدة 3 أيام. وإلا كانت الحالة ديال المرض متقدمة شوية كتوصلها حتى ل5 أيام. وكاين واحد الدواء بشري آخر فعال جدا لهذه الأمراض التنفسية اللي كتسبب لنا الشخرة واللي هو روفاميسين. وطريقة الاستعمال ديالو هي نفس طريقة الاستعمال ديال الدواء السابق اللي هو التيتراسيكلين. هذا بالنسبة للأدوية البشرية اللي ممكن تخدمها لمرض الشخرة. وكاين واحد الدواء بشري آخر كتستعمله إلا تسببت لك هذه الكوريزا في المرض ديال العين، يعني العين ديال الدجاجة تنفخات ومرضات بسبب الكوريزا، فكتستخدم البوماده الصفراء اللي معروفة عندنا هنايا في المغرب، وهي فعالة جدا لهذه الحالة ديال التهاب العين ديال الطائر. هذا الشيء مع استعمال الادويه السابقه في هذا الالتهاب ديال العين هو غير واحد العرض ديال داك المرض، يعني خصك تعالج المرض لداخل في الريه، وهذا الشيء اللي كيخرج من النيف وكيوصل للعين راه غير عرض ديال داك المرض، يعني كتعالج المرض ديالك لداخل وكتعالج داك العرض بداك البوماده الصفراء. وقبل ما تكمل في مشاهده الفيديو كنطلب منك اخي او اختي المربيه انك دير اعجاب للفيديو، حيت بهذا الجيست البسيط كتخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ديال الناس، وبالتالي كتعمل الاستفاده وكتدعم القناه وكتشجعني نستمر ونبحث ونطور من مواضيع الفيديوهات القادمه. وإلا مازال ما اشتركتيش فهذه هي الفرصه باش تشرفنا بالاشتراك ديالك في القناه. وإلا عندك شي اقتراح او سؤال فما ترددش تقولوا لي في التعليقات وانا غادي نجاوبك ان شاء الله. القسم الثاني من العلاج واللي غادي نخصو للادويه البيطريه، والناس اللي عندهم مشروع كبير ديال تربيه الدجاج وعندهم قطعان كبيره. وهاد الادويه يعني تقدر تستعملهم حتى انت اللي عندك قطيع صغير ولا عندك دجاج يعني دايروا للولاعه وصافي. غير هو الفرق ما بين هاد الادويه البيطريه اللي غنعطيك دابا والادويه البشريه اللي قلت لك قبيله هو الفرق ديال الثمن. فملي كتشري هاد الادويه البيطريه فعلى الاقل داك الدواء اللي غتشري يعني كتكون فيه 100 غرام، الساشيه التاليه ديالو كتكون فيها 100 غرام، وانت الا عندك دجاجه وحده مريضه ولا جوج وداويتيها بداك الدواء فغتقدر تضيع في داك الساشيه كامله، يعني غداوي داك الدجاجه ولا جوج وغتبقى لك داك الساشيه حتى كتبيريما. ماشي بحال واحد اللي عنده واحد القطيع كبير وعنده واحد الحالات بزاف ديال المرض فملي كيشري داك الساشيه اللي كبيره فكيستخدمها، يعني كيقدر يخدمها كامله.
داكشي علاش انا كنفضل الناس اللي عندهم يعني غير دجاجات قلال وكيمرضوا لهم يعني غير دجاجه حبه ولا جوج ديال الدجاج، من الاحسن انه يخدم داك الادويه البشريه اللي قلت له في الاول، وتقريبا راه كيكون نفس المفعول، نفس الماده الفعاله اللي كاينه في هذا الدواء كاينه في داك الدواء. ندخلوا دابا في الادويه البيطريه الفعاله لهذا المرض او لهذه الامراض التنفسيه ديال الشخره. والمركز الاول ديال افضل دواء بيطري لهذه الحالات التنفسيه هو الفلورفينيكول. كاين الفلورفينيكول 20% وكاين 30%. انا كنفضل التركيز ديال 30%، هو مخير وفعال جدا، يعني فعال جدا لهذه الامراض التنفسيه. وكاين كذلك واحد البرودوي فيه الفلورفينيكول مع البروموكسين، حتى هو مخير ومزيان. الدواء الثاني او التريتمون الثاني هو التايلوزين، وكذلك الدوكسيسيلين والتيتراسيكلين والبروموكسين. هادو هما المواد الفعاله اللي كاينين في الادويه ديال علاج الامراض التنفسيه، وغتلقى بزاف ديال الماركات ديال الادويه والاسماء ديال شركات متنوعه اللي فيهم هاد الماده الفعاله. يعني انا كنقول لك المواد الفعاله اللي كاينين في هاد الادويه. وعلى العموم فالميكوبلازما الماده الفعاله اللي كتنفع معها مزيان هي التايلوزين، وكمثال ديال واحد الدواء فيه هاد الماده هذه هو التايلوفيت، وهو كيعطي ضربه بطله للميكوبلازما. من بعد 3 ايام ديال التريتمون غادي تحسن القطيع ديالك 100%. اما الكوريزا فافضل ماده فعاله كتنفع معها مزيان هي الاوكسيتيتراسيكلين، وكمثال دواء بيطري في هاد الماده الفعاله هو التترا 50. وهاد الادويه هادو كيكونوا على شكل غبره، يعني غبره وكديرها في الماء وكتذوبها في الماء وكتعطيها لهم. وكذلك كيكونوا على شكل حقن، يعني كتكون واحد الماده سائله وكتحقنها، يعني كديرها في الابره وكتحقنها في الطائر. وهاد الطريقه ديال الحقن كيلتجئوا لها الاخوان لذاك الحالات الحرجه جدا، يعني لذاك الحاله اللي كيوصل لها الطائر صافي، كتقول هاد الطائر صافي راه قريب يموت، تما عاد كيوصلوا لمرحله الحقن. وكذلك كاين بعض المربيين اللي كيخدموا بجرعات مختلطه ما بين ادويه مختلفه، يعني فيها مواد فعاله مختلفه بحال التايلوزين والدوكسيسيلين والبروموكسين. فهاد الطريقه اللي غنعطيك او هاد الجرعه المختلطه اللي غادي نعطيك يعني كيخدموا بها مربيين محترفين، والمفعول ديالها كيكون قوي ومزيان مع الامراض التنفسيه. كدير تقريبا نص غرام في اللتر من كل نوع من هاد الانواع، يعني يطرو ديال الماء كدير فيه نص غرام من التايلوزين ونص غرام من الدوكسيسيلين ونص غرام من البروموكسين. وإلا ما لقيتيش البروموكسين بوحدو عند البيطري راه كاين سيروات بشريه فيهم البروموكسين، غتمشي عند الفارماسيان غتقول له اعطيني سيرو فيه البروموكسين، غدير منه 0.5 مليلتر في اللتر حتى هو. وهاد الخلطه كتعطي واحد الفاعليه كبيره مع الامراض التنفسيه سواء كانت ميكوبلازما او لا كوريزا، وتقريبا نفس الفعاليه بحال الفلورفينيكول. هادشي طبعا الا غادي تقاد الامور ديالك وتقاد الكوري ديالك وتحيد المسببات ديال المرض اللي داروا لك هاد المشاكل وتعزل الحالات المريضه بوحدها. يعني هاد القضيه هادي خليتها حتى الاخر باش ناكد عليها مزيان. يعني اول حاجه كديرها هو انك كتعزل الحالات المريضه. فاش كيكون عندك المرض يعني اي نوع من مرض الدواجن كتشوف عندك شي حاله مريضه، يعني اول خطوه كديرها هي كتشد هذيك الحاله وكتعزلها بوحدها. يعني ديما كيكون عندك واحد المكان ديال العزل او ديال الحجر الصحي، كتهز داك الدجاج المريض عندك وكتعزلو تما وكتداويه في داك البلاصه، ماشي كتداويه في وسط القطيع. فإلا كانت عندك غير دجاجه وحده مريضه وخليتيها في وسط القطيع فغدا غتلقى 10، بعد غدا غتلقى 100 وهي غاديه. فالدجاج كينتشروا فيه الامراض وخصوصا الامراض الفيروسيه بواحد الوتيره سريعه جدا. فاول خطوه هي انك تعزل الدجاج ديالك وتعالج الدجاج ديالك بمعزل عند الدجاج اللي صحيح. وفوقاش ما بانت لك شي دجاجه اخرى عاوتاني مريضه في القطيع كتهزها وكتحطها في الحجر الصحي وكتداويها. ومده العلاج ديال هاد التريتمون تقريبا ديال اي تريتمون غتعطيه للدجاج، مده العلاج كتكون ما بين 3 ايام حتى ل 7 ايام على الاكثر. يعني 7 ايام كتكون لذاك الحالات الحرجه جدا، والحالات العاديه كتكون مده العلاج ديالها 3 ايام. اما الحالات المتوسطه فكتوصل لمده العلاج ديالها حتى ل 5 ايام. وتحاول ملي تعطيه الدواء يعني تعطيه في واحد الماء اللي يكون دافي شويه، ماشي سخون بزاف وماشي بارد بزاف، تكون درجه الحراره ديالو متوسطه يعني دافي. وحاول دائما انك تعطش داك القطيع اللي مريض قبل ما تحط ليه الماء اللي فيه الدواء، باش غير كتحط له داك الماء اللي فيه الدواء كيمشي ديريكت كيشربو، ما كيبقاش تما داك الدواء بزاف حتى كيفقد المفعول ديالو. وداك الدواء ما تخليش مده طويله، يعني ما تخليش اكثر من 5 السوايع، غير دوز 5 السوايع حيد داك الماء خويه وعاود دير واحد الماء جديد ودير فيه الدواء. وقبل ما دير هذاك الماء جديد او هذاك التريتمون جديد يعني حاول تعطش الدجاج ديالك مزيان كذلك وتحط له داك الماء عاوتاني اللي فيه الدواء وتخليه يشرب على خاطره، وتمشي معاه هكذا بهالطريقه هذه يعني حتى تدوز داك المرحله ديال العلاج وحتى يتشافى القطيع ديالك ان شاء الله.
وحاول تحترم الجرعات ديال كل دواء، يعني كل دواء ملي تشريه وكل ساشيه ديال الدواء ملي تشريها راه فيها الجرعه اللي خاصك تعطيها للدجاج وفيها كلشي، يعني كلشي راه مكتوب فيها. الشركه راه دايره لك شحال غتعطي للدجاج، يعني دايره لك واحد الغرام في اللتر او لا نص غرام في اللتر، يعني كلشي راه مكتوب تما. يعني ما تمشيش دير شي حاجه من راسك، حاول تقرا وتفهم داك الروسيته اللي عندك تما في الدواء. وإلا ما عرفتيش يعني حاول تسول داك البيطري اللي شريتي عليه، ولا حاول تسول شي مربي اخر عنده تجربه مع داك الدواء. هاد جوج العلاجات اللي ذكرناهم دابا واللي هما الفلورفينيكول 30% والخلطه ديال التايلوزين مع الدوكسيسيلين والبروموكسين هما علاجات فعاله للحالات المتقدمه ديال هاد الامراض التنفسيه وخدامه 100%. يعني الا دخلتك داك الشخره القاصحه للقطيع ديالك فخصك تختار ما بين هاد جوج لي تريتمون هادو اللي قلت لك وراهم خدامين 100%. وفي حالة كان عندك داك الشي خفيف، يعني كانت عندك داك الشخره خفيفه او لا داك الاعراض اللي يلاه باديه، فحاول تستعمل مضادات حيويه خفيفه يعني بوحدهم. حاول تستعمل التايلوزين بوحدو او الدوكسيسيلين بوحدو او الاوكسيتيتراسيكلين بوحدها، وغادي يكونوا كافيين باش يقضيو لك على المرض في الاول. وبالنسبه لاشهر الادويه اللي كنستعملوها للحقن الحالات الحرجه ديال الدجاج اللي كتغلب عليها هاد الامراض التنفسيه وكتخليها توصل لواحد المرحله حرجه وما كتبقاش كتنفع مع هذاك الادويه العاديه، حتى الا بقيتي كتشربها انت بيدك داك الشيء ما كيبقاش كينفع معها. يعني الطائر كيوصل لواحد المرحله صافي كيبان لك راه كيموت. هنا باش تعتق هاد الطائر ديالك فكتلتجئ لاخر مرحله واللي هي الحقن. واشهر الادويه اللي كنستعملوها في هاد المرحله هي التيراميسين والاوكسيتيتراسيكلين حقن. كتاخد داك الابره الصغيره ديال صحاب السكر وكتاخد 1.5 ملي من التيراميسين وكتحقنه في الصدر ديال الدجاجه لمده 3 ايام 3 ايام على الاكثر. فتقريبا غير يومين من هاد الطريطمون كتقدر تفيق لك الدجاجه وكتولي بخير. كتحقن هاد الماده الفعاله في الصدر ديال الدجاجه وكل مره كتبدل المكان ديال الحقن. يعني الا درتي لها الابره اليوم في الجهه اليمنى ديال الصدر ديالها غدا غدير لها في الجهه اليسرى ديالها. وهاد الادويه ديال الحقن كيكون التركيز ديالها قوي جدا، فهي اصلا مديوره للبهايم ماشي ديال الدجاج، غير هو كيلتجئوا لها الاخوان المربيين في الحالات الحرجه اللي ما كتبقاش كتنفع معهم داك الادويه العاديه. فحاول انك ما تعداش الجرعه المسموحه، حاول انك ما تعداش داك 1.5 ملي. والمرحله الاخيره هي مرحله ما بعد العلاج. فملي تكمل التريتمون ديالك والدجاج ديالك يولي بخير وعلى خير ويوقف على رجليه صافي ويبرى من هذا المرض نهائيا، فهنا ضروري ما خصك تعطيه شي حاجه اللي تعوض له داك البكتيريا النافعه اللي فقدها. فكما كنعرفوا فالونتيبيوتيك او المضادات الحيويه ملي كتعطيهم كتقتل جميع البكتيريا اللي عندنا حنا في الجسم او اللي عند الطيور او الحيوانات بصفه عامه في الجسم. كتقتل البكتيريا النافعه وكتقتل حتى البكتيريا الضاره. ومن بعد التعافي فلا بد اننا نعوضوا داك البكتيريا النافعه ديال الطيور ديالنا. وباش تعوضهم فتقدر تاخذ شي مكمل غذائي فيه هاد البكتيريا النافعه راه كاينين عند البيطري، وتقدر تخدم معه طبيعيا بالرايب او لا بدانون او لا بالخميره البلديه، فتا هادو راه فيهم البكتيريا النافعه. مثلا تعطيها الرايب مع النخاله او لا داك الخميره البلديه حتى هي ديرها له مع النخاله، يعني تمشي معاه بهذه الطريقه لواحد المده ديال 3 ايام باش يعوض داك البكتيريا النافعه اللي فقدها في المرحله ديال العلاج. وكذلك تعطيه مضاد السموم لمده 3 ايام بعد العلاج. واخر ملاحظه اخواني اخواتي نعطيها لكم في هذا الموضوع هو انك تحاول تقرا داك النشره ديال الدواء وتعرف المده اللي ما خصكش تستهلك فيها البيض او اللحم ديال داك الدجاج. فاي دواء كما كان كتكون الماده الفعاله ديالو هي اونتيبيوتيك او لا مضاد حيوي، فراه كيديروا لك المده اللي ما خصكش تستهلك فيها داك اللحم ديال داك الدجاج او لا داك البيض ديال داك الدجاج. كاين اللي كتلقى فيه سيمانه ما خصكش تاكل البيض ديال داك الدجاجه او لا اللحم ديال داك الدجاج، كاين اللي كتلقى فيه شهر ما خصكش تستهلك داك البيض او اللحم ديال داك الدجاج، كاين اللي كتلقى 3 شهور، كاين اللي كتلقى اكثر من 3 شهور. وهذاك الدجاج اللي كدير له الابره كتحقن له داك المضاد الحيوي هذاك تقريبا المنتوجات ديالو كتولي غير صالحه للاستهلاك الادمي لواحد المده طويله بزاف. يعني حاولوا الاخوان يحترموا هذه الفتره هذه وما يبيعوش داك المنتوجات للناس، يعني ما تعطيش هذه المنتوجات للناس او لا تمشي تستهلكهم انت في هذه الفتره هذه اللي كتبين لك في النشره، فغادي تضر راسك وتضر عباد الله وتولي كتعطي لعباد الله السم. فكاين بزاف ديال الناس يعني ما كيحترموش هاد الحوايج هادو.
داك البيض الا كان مخصب تقدر تخليه ليك تفقصو، يعني ديرو في الفقاصه وتفقصو عادي ما كاينش مشكل، وترميه كاع حسن ما تمشي دي على ظهرك وتبيع لعباد الله واحد الحاجه اللي مسمومه. وهذا الشيء اللي كاين اخواني اخواتي في الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها ولو حاجه بسيطه، حتى نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.